طب يا شباب، طبعا ده التحديث الاخير لنسخه الايفون اللي هي الام بي. التحديث ده نزل بفيرجن 9.93. طبعا التحديث ده كان نازل لان اتحل فيه مشاكل كتير. كان فيه مشاكل كتير في النسخه قبل كده، زي مشكله مثلا الانتهاء بتاع الوقت الزمني بتاع النسخه، او ان النسخه يعني انتهى صلاحيتها ان هي بتقف مع ناس كتير. وطبعا شكل النسخه ما كانش احسن حاجه، كان شكل اي نسخه عاديه. فكل ده اتحل دلوقتي وكل ده رجع يشتغل تاني زي ما كان. والشكل طبعا رجع يشتغل زي ما هو، واي مشكله كانت موجوده في النسخه فهي اتحلت خلاص دلوقتي، والنسخه بقت تمام ورجع فيها كل حاجه. والشكل زي ما انت ما شايف بقى سيمبل، والدنيا بقت حلوه في النسخه. لو جيت تجرب مثلا تفتح الشات او تضغط على اي مسج زي ما انت هتشوف دلوقتي، هتلاقي ان بيظهر لك بابل كده فيها شويه اختيارات منها اللي انت عايزه، او ان انت لو ضغطت ضغطه مطوله بيظهر لك العلامه بتاعه الطمس ورجعت تشتغل تاني ومفيش اي مشاكل، والعلامه عادي زي ما هي. لو جينا مثلا نجرب ان احنا نضغط ضغطه مطوله تاني، هتلاقي كل حاجه اشتغلت تمام ومفيش اي مشاكل. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، ان انت مثلا لو جيت ضغطت على اي مسج من دول برضه هيظهر لك اللي هي الايه الفقاعه المنبثقه دي. طيب اللي بعد كده بقى هنيجي على علامه البروفايل اللي هي تحت خالص ديت. لو جينا دوسنا على كلمه اكونت بتظهر لك ان انت ممكن تضيف حساب في النسخه اللي عندك. بدل الرقم اللي انت مشغله ممكن تشغل رقم واثنين وثلاثه، بان انت بتدوس على كلمه اضافه اكونت وبتبدا تمشي مع خطوات عادي جدا، والاكونت بيبدا يتنشئ معاك عادي وبتفتح رقم تاني عن النسخه. فاحنا كده نقدر نفتح رقم واثنين وثلاثه ومفيش اي مشاكل. تمام. وبعدين نرجع بقى تاني للنسخه ونرجع تاني للزرار ده، وبعدين نجيب بقى اول واحده اللي هي نصائح ومساعدة. دي طبعا رد على كل الاسئله اللي موجوده في النسخه او اي حد بيسال. طبعا عشان انا قلب النسخه انجليش فكل الكلام موجود انجليش، فانت لو النسخه عندك عربي هتعرف تقرا وتترجم اي كلام اللي موجود قدام. طبعا عندك بقى صوره البروفايل، لو جينا نفتحها وشفنا التحديث بتاعه فيرجن زي ما احنا قلنا فيرجن 9.93. طبعا لو جينا دوسنا على علامه السهم اللي في الجنب ديت هيجي لك برده اد اكونت، تقدر من خلالها انت تضيف الاكونت بتاعك عادي جدا. وطبعا من علامه السيتنج وكده تقدر تظهر لك البروفايل، وزي ما انت ما شايف الشكل اتغير والدنيا بقت جميله، وكل الاعدادات اللي موجوده في النسخه كلها اتعدلت وكلها اتغيرت بشكل يكون بسيط وتبقى حاجه كويسه في الاستخدام، والنسخه تبقى شغاله مع الكل بكل سلاسه. حتى الاندرويد الضعيف النسخه تبقى شغاله على كل الاجهزه، حتى اللي هو الاجهزه الضعيفه برضه تبقى شغاله عادي مفيش اي مشاكل. لو جينا بقى نشوف بقيه اعدادات النسخه هتلاقي الاف ام مودز، وبعد كده نفتحها هتلاقي عندك تقدر برضه تغير اللغه بتاعه النسخه، وتقدر تعدل طبعا في حاجات كتيره جدا بتبقى موجوده قدامك. طبعا الحاجات دي انت قادر ان انت تعدل فيها. تمام. عندك بقى الحاجه اللي بعد كده ان انت مثلا النوتيفيكيشن او الاشعارات، لو حد مثلا شاف المسج او بعت لك حاجه مش عايز الاشعارات دي تظهر ليها، بقى مثلا حد شاف ستوري، حد قرا المسج، انت بتقفل البتاع ديت من فوق خالص، فانت كده قفلت الاشعارات بتاعه النسخه، وكل حاجه بقت في النسخه ايه تمام، يعني مش هتشوف اشعارات تاني. تمام. دي الاعدادات والخصوصيه، فانت قادر ان انت طبعا تعدل في كل الكلام ده، كل الحاجات اللي ممكن تظهر لك. طبعا ده السمات، لو انت حابب ان انت تركب سيم في النسخه تقدر تركبه، او لو انت عاوز تجيب سيم بقى خارجي او يكون عندك اصلا في الجهاز. عندك بقيه الاعدادات اللي موجوده في النسخه زي مثلا يونيفرسال، لو انت مثلا حابب ان انت تضيف ايموجي، او ان انت مثلا تضيف خط للنسخه. الخط طبعا بيبقى فيه خطوط في النسخه، فلو انت ما انتش عايز الخطوط اللي موجوده في النسخه انت ممكن مثلا تضيف خط يكون من عندك، مثلا بان انت تحدد كاستم فونت وبعدين تبدا تختار الخط اللي عندك في الجهاز. طبعا البيك اب اند ريستور لو انت دوست عليها هتلاقي عندك كلمه اسمها كلير، دي بتمسح لك كل الملفات بتاعه التخزين المؤقت اللي بيبقى موجود في الهوم سكرين. طبعا تقدر تعدل في الشكل بتاع الواجهه، ودي ما انصحش بيها، يعني سيب كل الحاجات بتاعه النسخه موجوده زي ما هي، ما تعدلش في حاجه، وسيب كل حاجه زي ما هي موجوده عادي جدا. طبعا بقيه الاعدادات بتاعه النسخه كلنا كده كده عارفينها وما فيهاش اي اختلاف، وكل حاجه ثابته زي ما هي. كل الاختلاف ان شكل النسخه بدل ما كان قديم اللي هو الشكل التقليدي اللي انتوا كنتوا شايفينه ده، لا اتغير ورجع يشتغل الشكل الحديث ده. تمام. عندك طبعا الاعدادات اللي انت شايفها قدامك دي، طبعا تقدر تعدل في البطاريه، اللي انت مثلا تخلي استخدامك للنسخه ما يستنزفش اكتر من البطاريه، والسمات طبعا والحاجات ديت كلها، وتقدر برضو تخفي الشتات والكلام ده كله. واخفاء الشات احنا هنشوف بيتم اخفاء الشات ازاي، لان في ناس كتيره ما بتقدرش ان هي تخفي شات. هنا برضو عندك الزرار ده، لو انت جيت دوست على كلمه اخفاء او دوست على شات اي حد بيجي لك كده زي شعار كده بيعرفك اللي هو انت لازم تضغط على صوره البروفايل بتاعه الشخص ضغطه مطوله علشان تقدر تلاقي الزرار بتاع الاخفاء. فاحنا مثلا لو جينا ضغطنا على اي مكان، لو جينا ضغطنا على اي مكان في النص هيظهر لك بابل عادي، اما لو جيت ضغطت على صوره البروفايل هتجيلك وتدوس على الثلاث نقط هتجيلك كلمه هايد شات دي. نجرب تاني الموضوع وندوس مثلا على ايه، على صوره البروفايل ضغطه مطوله، على الثلاث نقط اللي فوق وبعدين هتلاقي كلمه هايد شات، من خلالها بقى تقدر تخفي اي شات عادي انت عايز، مفيش اي مشاكل. اما لو دوست على جنب كلمه يعني في نص الشخص من بره كده، او في وسط الكلام عادي، او على المسج من بره، هتجيلك بقى اللي انت تعمل حاجات تانية زي تأرشف الشات وكلام من ده. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. سلام.